سلفتي دعت عليا قدام جوزي وسلايفي وحماتي واتهمتني إني عايزة أخرب بيتها، وكل ده عشان نظفت شقتها. أنا متجوزة من 7 سنين وساكنة في نفس العمارة اللي فيها أهل جوزي، وطبعاً بحكم القرب علاقتنا إحنا السلايف كانت طول الوقت فيها شد وجذب، بس عمري ما حاولت أعمل مشكلة أو أدخل نفسي في مقارنة مع حد. سلفتي شخصيتها عصبية شوية وبتتضايق بسرعة، بس كنت دايماً بعدي وأقول يمكن ضغوط ومسؤوليات بيت وأطفال وخلافه، وعمر ما حصل بينا خلاف كبير يستاهل الزعل اللي حصل ده كله. المهم من حوالي أسبوع سلفتي راحت تزور أهلها كام يوم، وجوزها فضل موجود هنا عادي علشان شغله، وفي يوم بالليل طلع عندنا الشقة يقعد شوية مع جوزي، وكان باين عليه إنه متضايق جدا ومخنوق. حماتي سألته مالك يا ابني؟ قال لها مفيش، بس الشقة حالتها صعبة جدا وأنا راجع من الشغل مش قادر أقعد فيها أصلا. في الأول افتكرتهم مشاكل عادية بين أي 2 متجوزين، لكن بعدين بدأ يتكلم أكتر وقال إن الشقة بقالها فترة مش متظبطة، وإن المواعين متراكمة والمطبخ فيه نمل والتلاجة محتاجة تتنظف، وحتى هدوم الشغل مش لاقي حاجة نظيفة يلبسها. وهو بيتكلم كان واضح إنه مش بيشتكي منها قد ما هو تعبان فعلا. الراجل ده بصراحة عمره ما قصر مع حد في البيت، دايما محترم وبيساعد الكل وخصوصا مع أولادي. فأنا لما شفته بالحالة دي